النهاردة بشوية مية وحبة جبس هنعمل تحفة وفكرة بجد تنفع مشروع مربح وبتتباع، ويعني ما بتاخدش اي وقت. دول انا صبيت كوباية مية، وبعد كده هحط عليها جبس. المفروض كوباية مية على كوبايتين جبس، وهستنى كده لحد اما القوام يبقى مناسب. كده تمام. هقلب كويس بقى على عشان ما يكونش فيه اي كلكعة يعني. وبعد كده ده كيس من اللي احنا بنجيب بيه فيه الحاجات، ما رميتهوش وبيبقى بيتقفل كده من فوق. هبدأ اصب فيه الخليط بتاعي ده بالشكل ده، وهبدأ اتخلص من اي بقى هوا في الكيس خالص. على قد ما اقدر كده اطلع اي هوا موجود في الكيس. وبعد كده الازازة دي انا مليتها مية علشان تكون تقيلة وتبدأ تخلي المكان بتاعها زي ما هو كده مضغوط. انا سبتها يوم كامل، وتاني يوم بدأت افتح كده الكيس واقطعه. ودي النتيجة. الحمد لله الجبس كان بقى متماسك كويس. هو ممكن نسيبه اكتر من كده، بس انا طبعا كنت عايزة اكمل الفيديو. انا سبته يوم كامل، ممكن طبعا علشان تنشف بقى ويطلع اي رطوبة منها بيتساب من 3 ل5 ايام. هنا هبدأ بقى الونه باللون اللي انا عاوزاه، ودي طبعا هتبقى شمعدانة. ده اللي هو صبغة الأسطر اللي بيدهن بيها الخشب والحاجات دي. انا خففتها بمية، وبعد كده بفرشة اسنان هبدأ انطر كده على الشمعدانة بتاعتي. هتدي شكل جميل جدا. وممكن طبعا نرشها بأي نوع سبراي او ندهنها بألوان عادية خالص، اللي هي الألوان الإكريليك او الألوان البلاستيك. هبدأ كده اثبتها بقى خلاص. ودي شمعة انا كنت مشتريها على فكرة، سعرها رخيص خالص. وهبدأ اولع كده الشمعة، وتعالوا نشوف شكلها في النهاية هيبقى عامل ازاي. بجد شكلها عجبني جدا، وشكلها يعني ترندي خالص وبتتباع، وممكن جدا تنفع فكرة مشروع مربح. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.